اللي في الفيديو قدامك ده اسمه الدكتور محمد عبد الغني، دكتور استشاري كان بيشتغل في دول الخليج لمدة 30 سنة، وكل مبلغ كان بيحوشه كان بيحوله لابنه الكبير، وكان عامل له توكيل عام علشان يقدر يتحرك بالفلوس من ناحية استثمار، من ناحية حسابات بنكية وهكذا. بعد ال 30 سنة الدكتور وصل لسن ال 70 سنة، فقرر انه يقدم استقالته ويرجع يستقر في مصر وياخد فلوسه ويبدأ يستثمرها، يبدأ يعيش منها. رجع قال لابنه انا عاوز الفلوس اللي انا حولتها لك اللي كانت 50 مليون جنيه. ابنه قال له مالكش حاجة عندي، دي فلوسي وامي تعتبر شريكة معاك فيها، فهي من حقي انا واخواتي، ولو اتكلمت انا هحبسك. ده اللي قاله ابنه يوسف اللي بيشتغل مهندس كما يقال. الغريب في الموضوع ان الاهل والاقارب لما بدأوا يتدخلوا في المشكلة بيحاولوا يحلوها بالود. هو الطبيعي ان الاب لما يشتغل ويكسب ويحوش فلوس ويربي عياله ويصرف عليهم، الطبيعي ان ممكن يجي ابنه ياخد فلوسه كده يعني بالعافية. الاب والام بعد ما بيعلموا ويربوا ويصرفوا يدفعوا من عمرهم ومن صحتهم تمن علشان يطلعوا عيالهم احسن منهم 1000 مرة، مقابل يكون الحجر على الاب وفلوسه. هل ده من الطبيعي؟ مفيش حاجة في القانون بتحمي الاب والام من جبروت الابناء. الحالة اللي وصل لها الاب ده مش بسبب الفلوس على قد ما هي بسبب صدمته في ابنه، انه مش متخيل ابنه اللي هو عامل له بايده توكيل عام علشان يحافظ له على فلوسه هو اللي ينصب عليه. تخيل ان دي صورة الاب اول ما رجع من السفر، اما دي صورة الاب بعد ما سمع وعرف من ابنه ان فلوسه خلاص راحت عليه. السؤال دلوقتي لابنه هو ازاي هتعرف تعيش بالفلوس دي حتى لو خدتها بالقانون؟ انت ناسي ان في رب مطلع وشاهد عليك؟ السلام عليكم.